سادس المواجهات في البطولة المحترفة الأولى بين نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي، تحكمها ثنائية التأكيد والتدارك. نجم المتلوي للعودة لسكة الانتصارات بعد زوز عثرات متتالية، والترجي التأكيد فوز الجولة السابقة على مستقبل مرسى ومرافقة الانتصار من انتقادات على مستوى الأداء. كي تشوف الظروف من بعد الكوبيور نتاع الشهر ونص نتاع البطوله، مش تطلب يعني ريتم اقوى من هكاك ولا ابليكاسيون اقوى من هكاك. مع هذا كما قلت لك كنا حاضرين، عملنا خلقنا الفرص. الانتصار بطبيعه في المقابلات الكل مش باش يكون بسال. تشكيله الترجي تشهد عوده فخر الدين بن يوسف من الاصابه، في حين تشكيله نجم المناجم تسجل عوده قائد الفريق محمد جمعه خليج، ولاول مره خالد الغرسلاوي بالوان نجم المتلوي. الحكم كريم الخميري يعطي صافرة البداية اللي يدخلها الترجي بكل قوة. إدريس المحيرسي يتلقى تمريرة طويلة من سعد بقير، يروض كورته، يصوب بقوية، وبيلال السويسي بعد الخطر. الترجي كالعادة في الهجوم، رمية تماس من خليل شمام للمحيرسي، يرفع الكرة في اتجاه فخر الدين بن يوسف، وهدف يضيع على الترجي بعد التألق من بلال السويسي. الترجي يجرب أيضا عبر الكرات الثابتة، إدريس المحيرسي ينفذ، ورأسية فخر الدين بن يوسف فوق المرمى، ثم ركنية من جديد يتولى تنفيذها المحيرسي، مقاوسة وبلال السويسي بتفتن. ضغط مستمر لأبناء عمر السويح، كرة تنطلق من الخط الخلفي من محمد علي اليعقوبي في اتجاه إدريس المحيرسي اللي يتحرك أكثر من لازم، يمرر بالقدام الخليل شمام على اليسار، يحاضر الطا ياسين الخنيسي بحركة فنية متميزة يفتتح باب التسجيل للترجي. هدف الخنيسي هو العاشر ليه بألوان الأحمر والأصفر، وتجديد العهد مع الأهداف الجميلة بعد هدف المتميز ضد الملعب التونسي. رد نجم المتلوي على الماكينة الهجومية للترجي كان ضعيف. زياد البكوشي حضر تيري إرنست، واليعقوبي يقطع العملية، ثم تماس طويل من سيسوكو ورأسية لم تشكل خطر على مرمى بن شريفية. دقيقة 34 يتوقف اللعب لمدة 6 دقائق بعد رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهير نجم المتلوي. الحكم كريم الخميري يعلن مواصلة اللعب، مخالفة النجم المتلوي من أشرف الزواغي، ورأسية بامبا باسيرو تمر على أعين تيري إرنست. الشوط الثاني يتواصل المد الهجومي للترجي، عملية ممتازة تنتهي بتوزيع من إدريس المحيرسي من اليسار، فخر الدين بن يوسف في محاصرة لصيقة، والخنيسي بكل حرية ياخذ راحته في التصويب والتألق، عنوانه بلال السويسي من جديد. 50 دقيقة كرة تكون في الجهة اليسرى عند المحيرسي اللي يوزع، ترجع من أيمن العياري قدام كوليبالي، تصبح الكرة على الجهة اليمنى عند سعد بقير، أسيست أكثر من ممتاز. فخر الدين بن يوسف بالراس يسجل الثاني للترجي والسابع ليه بألوان الأحمر والأصفر منذ بداية الموسم. 7 دقائق بعد هدف الترجي، سيسوكو ينفذ ثماس طويل ورأسية خالد الغرسلاوي حولها معز بن شريفية للركنية. دقيقة 84 مخالفة لنجم المناجم، معز بن شريفية يتألق رأسية أيمن العياري وتصويبة زياد البكوش. آخر فرصة في المباراة، كرة من بامبا في اتجاه فؤاد الخرايفي، محمد علي اليعقوبي يتدخل، الحكم كريم الخميري يعلن مخالفة لنجم المناجم، معها ورقة صفراء ثانية ليعقوبي وبالتالي الإقصاء. أشرف الزواغي يتولى التنفيذ، كرة على يسار بن شريفية، والنتيجة تذليل الفارق لأبناء محمد الكوكي. لينتهي الحوار بالانتصار رقم 14 للترجي والسادس ليه في تاريخ المواجهات مع نجم المتلوي. في المقابل النجم المكاني ينقاد لهزيمته الثامنة في الموسم والثالثة على التوالي. كنا مسيطرين على نهاية اللقاء، سواء كان على مستوى حجم اللعب أو التنظيم أو خلق الفرص، لكن الخصم كان يعني بالطبيعة يعرف الملعب نتاعو مليح، ملعب صعب شوية نوعا ما، بالرغم كونه النتيجة معناها لصالحنا وواضحة، لكن إذاعة فرص كانت عائق، وديما تقعد المباريات هذه ماكش لابري معناها من غلطة، من كرة ثابتة تنجم تقلب معطيات اللقاء. وصلنا لاغريسيفيتي معناتها مقارنة خاصة بالمباريات الكبيرة اللي عملناها مع نجم نادي الساحل والنادي الافريقي. كيف على المستوى الهجومي معناتها عطينا تعليمات لخالد غرسلاوي اللي نقول ما قصرش كأول ظهور ليه في التشكيلة الأساسية، وزياد البكوش فريمون نون با سوتني ارنست، الشيء اللي خلاه ايزولي ما وجعناش. عملنا ريزولتا باهي اللي ما كانتش سهلة، وماتشات هذوما هما ماتشات اللي ماشي بياج وهما اللي ماشي بتاع الشامبيونا. الحمد لله معناها الولاد كنا رجال في تيران وجبنا 3 بوان هايمين على الاخر، فرحنا جمهور سبيرونس اللي جا وعاوننا حتى في المتلاوي لهنا.
الانتصار السادس على التوالي للترجي الرياضي التونسي بين بطوله وكاس، في حين الهزيمه الثالثه على التوالي للنجم المتلوي كأسوأ سلسله معادله للفريق منذ صعوده للرابطه المحترفه الاولى. سي محمود، هل النتيجه منطقيه بالنظر لحجم اللعب اللي صنعه كل فريق في المباراه؟ الفيتير كان فيدال برشا للمقابله، كان فيدال برشا، ومش لازم باش ندخلوا في اللي ديتاي، ماناش في تحليل فني، احنا باش نعطيو فكره عامه على المقابله. شنو في دير باش نبدلوا مالا سي محمود؟ لا مش تحليل فني، معناتها باش نعطيو الديتاي، خاطر هذا ربما يهم جماهير نجم متلوي، ولا احنا توا نتكلموا لتونس الكل باش نقولوا راهو الافكار نتاع الزوز مدربين كانت واضحه فوق الميدان، يلعبوا بنفس التنظيم، مش يكونوا جلوبال، لكن كيفاش كل واحد لي كونسيني نتاع كل مدرب كانت بعيده برشا على بعضها. زوز فرق لعبوا ب4-2-3-1، الزوز كيف من غير ما نسميو اللاعبين كنا نشوفوا فيهم. محمد الكوكي حبش يعمل الريكوبيراسيون تاع الكره في وسط الميدان، ما نجمش. علاش ما نجمش؟ خاطر الترجي الرياضي التونسي يعرف حاله الميدان نتاع النجم المتلوي، وهذا اونتر بارونتيز نجم المتلوي تستحق ملعب خير برشا من هذايا، على خاطر قادره شفناها تلعب في ملاعب اخرى غازون ممتاز، وشفناها تعمل في عطاء خير من هكاك برشا. دونك اش عمل الترجي الرياضي التونسي؟ كانت واضحه، لعب برشا على الاروقه، الرواق الايمن هو اللي يبدا الهجمه، تدخل الوسط، وديما المحطه الاساسيه عند الترجي الرياضي التونسي هي المحيرسي بالمعارضه نتاع شمام، وشفناهم في برشا اوقات من المقابله، الزوز الكره تخرج من الرواق الايمن تدخل الوسط عند الراقد، عند كوليبالي، عند سعد بقير، وتتقلب. القوة الفنية نتاع المحيرسي كان قادر باش يمسك بالكرة ويطلع في ظهره. برشا مرات شفناها في المقابلة، برشا مرات يطلع شمام، والزوز أهداف لو كان تذكروهم الزوز نتاع الترجي الرياضي التونسي. الهدف الأول هو توزيعة من عند شمام بعد كرة خذاها من عند المحيرسي، والهدف الثاني توزيعة من الرواق الايسر على في اللاعب، لكن الكره الثانيه ما خذاهاش كما يلزم، مشيت على بخير باش بخير عمل لك اللمسه الفنيه والتوزيع. دونك كي نجيو نقولوا، لكن الترجي الرياضي التونسي لعب بالنار في اخر المقابله، وشفنا معناتها التصدي الممتاز جدا لبن شريفيه، كما التصدي زاد ما نساوش نتاع السويسي اللي ما خلاش الخنيسي يهدف الهدف الثاني، ممتاز جدا. دونك هيك التصدي نتاع بن شريفيه خلى، لخاطر قالها زاد سويح تو في الفيتير، كانت على خطأ صغير، كانت تنجم تبدل المباراة، يرجع في المقابله. وشفنا في الربع ساعه الاخيره، ونكمل في الربع ساعه الاخيره جات فرصه للغرسلاوي، جات فرصه للمزليني، وجات فرصه الايمن العياري بتسديده بالراس وهذيك الكره، وزاد كمل البكوش زاد تسديده اخرى من نجم متلوي، وكان بن شريفيه في يومه. نقول انا اللي نتيجه مستحقه للترجي الرياضي التونسي. النجم المتلوي كان ربما لو كان خذا ثقه اكثر في روحه، وكان استحفظ اكثر على الكره، وكان مسك اكثر بالكره، وقدم كما قدم في الربع ساعه الاخرى للهجوم، ربما كانت النتيجه تكون حاجه اخرى. واضح. سليم، عندك مفيوره في المباراه؟ لا مقابله طيبه الحقيقه قام بها الحكم كريم الخميري، معناتها الحقيقه ما فماش معناتها حالات تذكر معناتها، ومقابله عداها معناتها كونفنابلومون مريقله المقابله. مباراه الحمد لله. بربي لحظه، فما العائله التحكيميه راهو فقدت حكم سابق زوير نفزاوي، معناتها حبيت نترحم عليه، وان شاء الله ربي يرحمه وينعمه معناتها ويصبر اهله ان شاء الله. ان شاء الله ربي يرحمه.